عندنا كلمة الأيد، داود ذا الأيد. وعندنا قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. سورة صاد كتبت بياء واحدة، الياء، داود ذا الأيد. وسورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد كتبت بياءين. قالوا ما الفرق بينهما؟ واللفظ ينطق بشكل واحد. شكون يقول لي الفرق اللي عنده فائدة؟ ولعلنا ذكرناها. فيها قولين وهما يقول لك كيف المعنى أن الأيد والسماء بنيناها بأيد معناه بقوة، والقول الثاني هو تفضيل الله سبحانه وتعالى على عباده، لذلك رسمت بياءين. صح، هذا القولين. أنه المعنى الآخر مش وداود هذا الأيد، أنه أيد مش هذا قوة، مش هذا تفسير هذا داود، صحيح فيها يد تفضيل الله سبحانه وتعالى. صح. الأيد الثاني تعني القوة، لذلك رسمت بياءين. مليح، إجابة مليح. تفضل. ولكن الله عز وجل وليس كمثله شيء. أكيد، مليح ما شاء الله، فوائد. ولهذا يأتي لعظمة الله. أكيد، هذه هي الإجابة. قال علماء الرسم والضبط إجابتكما ممتازة. نزيد غير واحدة الفائدة فقط، تتم فقط. قالوا أن كتابة والسماء بنيناها بأيد، الياء الأولى أو الثانية هي الزائدة. نحن نعطيكم من الفائدة على الرسم. شكون الياء الأولى هي اللي زايدة ولا الياء الثانية هي اللي زايدة في الرسم تاع المصحف؟ الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف مجرد لا نقط ولا شكل، لكن لهم القدرة على القراءة. وهذه من فوائد الصحابة رضي الله عنهم الكبار، كانوا يقرؤون دون نقط ودون شكل. كان عندهم دراية بما يكون في الجزيرة العربية وما كان في ذلك الوقت. عندهم قدرة على القراءة، ما يحتاجش ينقط له ولا يشكل. قالوا الياء الأولى الأصلية والثانية هي زائدة، فهنا اختلفوا في وضع السكون. إلا نديروا سكون دائري ولا نجرد الياء الثانية من السكون ولا نديروا علامة. لازم نضبطوها، لازم تضبط في المصاحف، ما تخليهاش مهملة. العلماء أي علماء الرسم والضبط في ضبط المصاحف اختلفوا. قالوا إذا كنا نجعل السكون على أساس طريقة المشارقة وهو رأس الخاء، شتو السكون تاع المشارقة كيف يجي؟ ما يجيش